أهلا بيكم بتفاصيل الحلقة التاسعة من مسلسل نعمة. حاولت نعمة تبرئة صلاح وسارة من تهمة قتلها، وبتعترف للنيابة بأن صلاح مش مسؤول عن اختفائها وقتلها. وبيسألها الضابط معتز لماذا تصر على تبرئتهم رغم أنهم اعترفوا بقتلها، وبتطلب نعمة إطلاق سراح صلاح وسارة بعد ظهورها حية. وبيقول صلاح لسارة أنا عمري ما هثق فيكي مرة تانية، وبيهددها بالقتل في حال اعترفت بقتله لمحمد، وبيعرفها انهم لازم يفكروا في اللي هتعمله نعمة ولازم يعيشوا حياتهم. وبعد كده بتروح نعمة لياسين الألفي وبتقوله انك اكتر شخص كان سبب في الأذى ليا، وان ال10 مليون جنيه كانت السبب في تدمير حياتي. وبيسألها ياسين ازاي هتستعيدي حقك وحق محمد، وبيطلب منها انها تستشيره وانه يكون معاها في الصورة في كل خطوة. وبيستيقظ صلاح وسارة وبيجدوا نعمة في الفيلا الخاصة بيهم، وبتقوم بمشاهدة التلفزيون وبتعلن عن مفاجأة بأنها سامحتهم، وبتطلب من صلاح العدل ما بين الزوجات، وأنها قررت أن تعيش معاهم في بيت واحد كأسرة. وبعد كده بتقوم بتقبيل سارة، وبيتعرض الثنائي لصدمة كبيرة. وده كان ملخص أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل نعمة.